بشكر شركة جلوبال EIS. اسلام حبيب قلبي، شكرا على الفيزا. الحمد لله اهو جيت فرنسا زي الفل. لان انا الفيز دي طبعا هم اللي دي فيزيت المانيا يا جماعه، ودي فيزيت فرنسا. بشكر الشركه جدا. يعني انا كنت مسافر المانيا اجازه، عملت سيرش على الفيسبوك فطلعت لي شركه جلوبال. تمام، اتواصلت معاهم، كلمني استاذ اسلام تابع معايا الموضوع، فانا جيت هنا الاستشاره. طبعا كانت الاستشاره فور فري، عشان في شركات تانية بتطلب 400 و500. لا، هنا الاستشاره او مكالمه التليفون مفيش عليها اي رسوم. طبعا يعني انا لما زي ما وضحت لحضراتكم كده ان انا لما جبت الورق هو كان ماشي معايا خطوه خطوه ورقه صح طبعا، لحد لما خدنا مقابله السفاره. طيب وقت ما عرفت ان التأشيرة اتقبلت، فعايزة اعرف كده احساسك كان بصراحة قد ايه؟ لا بصراحه يعني احساس كان حلو الحمد لله، وطبعا كانت 50% من الشركه و50% من ورقي انا. طبعا يعني ورقي انا كان الاستاذ اسلام بيتابعه خطوه بخطوه، لو عندي اي مشكله اي حاجه كان هو اللي بيحلها وبيعملها. وكمان في حاجه تاني يا جماعه، انا بطل كمال اجسام. تمام، فعشان لعبتي بسافر بره كتير، فطبعا هنا الشركه هنا تقدروا تواصلوا معاها، لان هنا بجد مصداقيه، بيقدر يساعدك ان انت ازاي تخلص ورقك عشان تاخد الفيزا صح. طيب لو هتقيم المتابعة بتاعتنا مع حضرتك هتديها قد ايه؟ طبعا 100% مفيش كلام، لان كنت بتصل في اي وقت كان الرد بيجي على طول، ولو كان عندي اي مشكله كانوا بيحلوها على طول في نفس الوقت. لان انا الفيز دي طبعا هم اللي دي فيزيت المانيا يا جماعه، ودي فيزيت فرنسا. بشكر الشركه جدا.